السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو غنهضروا على الموضوع اللي داير ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في اليوتيوب والانستغرام. الموضوع ديال اسماء بيوتي ومرات خوها. هذا الموضوع تقريبا شي شهرين هو بادي، عطيني نعطيه، قول لي نقول لك، كلاشيني كلاشيك، لكن ما عمرني حطيت شي فيديو على هذا الموضوع هذا. حتى شفت بزاف الحوايج لا من هذا الطرف لا من هذا الطرف، حتى انا كمتتبعه بحالكم، لكن غنعطيكم وجهه نظري والامور كيفاش كتبان ليا من كلا الطرفين. وللاشاره انا متصدامنه وما متعاطفه مع حتى شي طرف، وغنقول لكم علاش، غنقول لكم الاسباب. كي دايرين بعدا؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. المهم غنعطيكم واحد الخلاصه في الموضوع بالنسبه للناس اللي ما عارفينش شنو واقع وما عندهمش درايه بهذا الموضوع. كيف ما كلكم عارفين، اسماء بيوتي بدات لي ريزو سوسيو من شحال هذه سنين. فاش كان اليوتيوب باقي يعني الناس قلال اللي دايرينو، كانت كدير محتوى ديالها، روتينات، فلوغات، الخدمه، الدار. كانت يمكن يلا عندها بنتها الاولى كدير فلوغات هكا عاديين، حتى جا نهار الفيصل اللي وقع في حياتها، اللي حولها ما بين اسماء بيوتي العاديه بنت الشعب اللي خدامه بدراعها كتنافيغي مع الحياه كيف ما كيقولوا، الاسماء صاحبه الاموال الطائله وصاحبه الفيلا والمشاريع وزيد وزيد. هذاك الفيصل اللي وقع في حياتها هو فاش ناضت كتعاطى مع العائله ديال راجلها. شكون فيهم اللي غلط، شكون اللي ما غلط، شكون اللي عنده الحق، ما غندخلش في هاد التفاصيل حيت هذاك الموضوع صافي داز وتسد. وكانت اسماء بيوتي هي اول وحده دارت هادشي ديال المعاطيه في السوشيال ميديا. الا كنت غلطه قولوا لي، الا كان شي حد قبل منها كيتعاطى في اليوتيوب قولوها ليا. انا على حد علمي اسماء بيوتي هي اول وحده كانت خرجت لهذا الشيء هذا، وكان جانا في شي شكل جاتنا غريبه كيفاش كتهضر هكاك في العلن، كيفاش كتقول هذيك الهضره على ناسها، كيفاش راجلها جالس حداها وكيسمعها كتهضر عليهم بديك الطريقه. ناضوا حتى هما كيجاوبوها من واحد القناه. المهم ترونات القضيه وداك الشيء كان جانا بيزار. ومن هذيك الوقيته بحال هي اللي حلات هذاك الباب ديال هذاك الكونسيبت ديال المعاطيه. يعني اغلب الناس ولاو فاش ما كيطلعوش لهم القنوات كانوا كيتعاطاو مع عائلاتهم، ها اللي كتقول راجلي طلقني، ها اللي كتقول عدوزتي، كاين الخواتات، كاين اللي البنت مع امها، كاين يعني كل شيء ولا كيتعاطى في اليوتيوب، ولات يعني ما بقاتش شي حاجه غريبه بحال في الاول. المهم السيده تعرفات من وراء هذيك الموجه اللي وقعات، حيت كيف ما قلت لكم كانت شي حاجه غريبه انها تكون في المجتمع المغربي، ان واحد العائله كيتخاصموا بيناتهم في العلن. يعني داكشي اللي ممكن يقولوه لبعضياتهم في الخاص كيقولوه في العلن. من وراء هذاك المشكل زادت شهرات اللي ما كانش كيعرفها ولا كيعرفها، وهي استغلت هذيك الفرصه وما ضيعاتهاش. باش استغلتها بالاشهارات. اول حاجه الحساب ديالها في الانستغرام طلع، اليوتيوب كانت كتضرب الملايين ديال المشاهده، الناس كلشي كيهضر عليها، فاكيد اليوتيوب هي كتخلص منه في الادسنس. والانستغرام حتى هو استغلاته بالاشهارات، كتخدم لان اصحاب المشاريع والناس اللي بغاو شي حد يدير لهم اشهار غيشوفوا شي حد اللي عنده مشاهده، شي حد اللي الناس متبعينه، وهي طبعا ستوري ولا ريل كديروا بزاف ديال الفلوس. يعني استغلت هذيك الظرفيه بالمزيان، عرفات غدوز هذيك الموجه الناس غينساوها حتى شي حد ما غيبقى يهضر عليها، فكان خاصها تستغلها. من وراها دارت الصالون ديالها، من بعد دارت حلات ريستورون. المهم بقات غادا هكا في المشاريع وباقا خدامه الى يومنا هذا. الله يسهل عليها، سواء دارت داكشي بطريقه مزيانه ولا ماشي مزيانه، المهم الله يسهل عليها. المشكل اللي كاين هو انها بقات كتنصح البنات والعيالات نوضوا تخدموا. الناس كيقولوا لها لا راه ديك الخدمه اللي خدمتي نتي راه ما نقدروش حنا نخدموها، يعني نوضوا كنتعاطاو مع عكيزاتنا ومع عائلات رجالاتنا باش نديروا الفلوس، راه ما يمكنش. وهي واحد المتتبعه وفيه وكتسمع الهضره اللي هي مرات خوها، سمعت ليها ودارت بالنصيحه ديالها. ايوا خرجت لينا مرات خوها مؤخرا في اليوتيوب. هي كانت قبل فاش تزوجت بخو اسماء بيوتي كانت كدير اليوتيوب، لكن ما كانتش معروفه حيت القناه ديالها ما فيهاش المشاهدات. واسماء طبعا ما كانتش كدعمها ولا كتبغي تبان معاها ولا تقول لهم دخلوا عند مرت خويا، ولا يعني خلاتها تعوم بحرها بوحدها. ديك القضيه ديال انا طلعت بوحدي حتى انت طلعي بوحدك. ايوا السيده بقات مخلات ما دارت، تصور روتينات، تصور فلوغات، اعياد الميلاد، المناسبات، والو القناه ما طلعتش ليها. وهي دير كيف ما قلت لكم بالنصيحه ديال اسماء. ناضت دير الكونسيبت ديال المعاطيه. اول وحده غتجيها في البال هي اسماء،
كتقول لك دارت ليا فعلات ليا، كتحرش راجلها، هي سببي في الطلاق، داروا ليا. المهم داكشي راكم غتكونوا سمعتوه في الفيديوهات ديالها، ما غاداش نعاودو في هذا الفيديو. غير الملاحظه ديالي بخصوص هذا الموضوع هو انها هي خرجت لليوتيوب بهذا الموضوع باش تخدم، ماشي باش تبرر ولا باش تشرح كيف ما كتقول انا بغيت نبرر زعما موقفي وندافع على راسي. لان اللي بغى يدافع على راسو فيديو واحد كافي. ديري فيه انت كاع ساعه ديال الهضره، غتقولي فيه كل شيء من الاول حتى الاخر، اشنو زعما الهجوم اللي كتعرضي ليه، بسبب شكون، علاش وصلتي للطلاق، كذا كذا كذا، صافي وغتسدي الموضوع. الا كنتي بصح باغا تبرري موقفك وبغا تدافعي على راسك، ولكن باش تبقاي كل نهار فيديو كل نهار فيديو، فهكا راك بغيتي تخدمي حتى نتيا بحالها. يعني بجوج بكم ما كاينش فرق على ابسط الحوايج. واخا يجيها غير تعليق دير عليه فيديو. والمهم خاصها تجبد اسماء، حيت كيف ما كنقولوا ماده دسمه. يعني هي الا جبداتها غادي يطلع لها التفاعل، عكس الا جبدات راجلها اللي هو اصلا يعني هو المعني بالامر ما كتجبدوش كاع. الا جبداتو كتقول لك حرشوه شدوه، بحال هو كتهضر على شي بيبي صغيور مغلوب على امره، شدوه ما خلاوش يجي عند ولدو، ما خلاوش يدير، داوه. يعني داكشي بحال ديال الدراري الصغار. مع العلم انا كنشوفه هو المسؤول الاول والاخير في هذا الموضوع، بغض النظر على خواتاتو واش كيحرشوه ما كيحرشوش، كيوريوه السكرينات كذا. هو الا كان شي واحد شاد زمام الامور عارف شنو كيدير، ما غاديش يتفارق معاك ومع ولدو على قبل. شوف راه دار التعليق، راه دار الجام، يعني هو غيكون صاحب القرار. اما الا هو سمع ليهم ونساق في داكشي اللي كيقولوا ليه، فراه مسؤوليته هذيك، ماشي ما مسؤوليه حتى شي واحد. يقدر هما عندهم جزء فيها، يعني في هذا الطلاق هذا ولا في هذا المشكل عندهم واحد اليد فيه، لكن كيبقى هو صاحب القرار. ما يمكنش نحيدوا عليه المسؤوليه كامله ونحطوها على اختو غير حيت مشهوره. واخا انا ما كنقولش زعما ما كندافعش على اسماء ولا على مرت خوها، ولا انا بالنسبه لي بحال كلهم سلكاتهم هاد الطريقه ديال المعاطي في اليوتيوب باش يقادوا ظروفهم الماديه. يعني هذه حاجه ما نتناقشوش فيها، ومن حقها هاد مرات خوها من حقها الا طلقات ما كتاخذ نفقه، ما عندها باش تصرف على ولدها، ما عندهاش زعما كيفاش باش غتكون بيه، وحنا عارفين المصاريف وداكشي كامل. وكاينه هاد الفرصه ديال انها تستغلها في اليوتيوب، فراه غادا تستغلها من طبيعه الحال. يعني انا ما كنلومهم ما كندافع عليهم بجوجهم، يعني نفس الحاجه. واش غنقول لكم، انا ما عجبتنيش غير هذه النقطه كيف ما قلت لكم، ديال انها كتقول لا راجلها ماشي الخاطرو داروا ليه. ما يمكنش يكون ماشي الخاطرو هاد السنين كامله هو ماشي الخاطرو. ضروري غتجي واحد الوقيته غادي يفيق، غادي يشوفوا خا فيديو هكا في السوشيال ميديا ولا هذا يتفكر ولدو. هذا ما يمكنش زعما يكون الا كان هو اللي باغي يطلق. يعني ما يكونوش شادينه بزز على ما اظن. والله اعلم، هذا كيبقى غير رايي. خليوا لي رايكم حتى نتوما في التعاليق، وانا هنا غادي سالي الفيديو ديالي وكنقول لكم السلام عليكم.